اعزائي المشاهدين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال. وزي ما انتم شايفين مايك جديد كوندنسر هنعمل النهارده عنه ريفيو من شركه اسمها تقريبا موانو، انا مش عارف اقرا الاسم بالظبط، والبراند اسمه بي ام 422. فبدون رغي كتير يلا بينا نبدا الحلقه. مبدئيا كده الصوت اللي انت سامعه دلوقتي هو الصوت دايركت رو من المايك على طول للكاميرا. انا بحب لما اجي اعمل ريفيوهات عن مايكات ان انا ابدا الحلقه كلها من اولها لاخرها بصوت المايك اللي انا بشتغل بيه، يعني الصوت ده كله جاي من المايك اللي احنا بنعمل عليه ريفيو دلوقتي. ففكره صوت المايك حلو او وحش او ينفع لي او لا فانت اللي هتقرر مش انا. طيب خلينا نعرف محتويات العلبه ايه. طبعا المايك ده شيء اساسي وبيجي معاه وصله يو اس بي، لان المايك بيتوصل دايركت على كمبيوتر او اي حاجه باستخدام اليو اس بي، وبيجي معاه الويند كاب والميكروفون ستاند وكمان الشوت ماونت. الماونت صراحه بتاعه عاملين فيه حركه صايعه جدا، ان هو كله متحاط بوايرز بحيث لو في اي اهتزاز للصوت او اي حاجه ما يطلعش في التسجيل. يعني من الاخر اكنهم حاطين زي مساعدين كده للمايك بحيث لما يتحرك او يحصل خبطه او اي حاجه المايك ما تاثرش بالخبطه دي. المايك الصراحه تقيل وتحس ان هو بريميوم كده، وملمسه تحس ان هم واخد طبقه مط اللي هي شكله احترافي او شكله شيك. كمان في زرار تاتش سكرين يقدر يعمل لك للمايك ده ميوت، يعني انا دلوقتي لو بتكلم ودوست على الزرار ده بتاع اصلا انتوا ما سمعتوش اي حاجه من اللي انا قلتها علشان انا عامل ميوت للمايك. بصراحه حركه حلوه قوي ان هم عاملينه تاتش سكرين، بحيث لو هو كان زرار كليكي، المايكات اللي هي فيها زرار كليك الميوت لما بتدوس عليها الكليك ده بيطلع في المايك، لكن فكره ان هو تاتش سكرين انت طبعا اكيد مش هتحس بحاجه. الناس الجيمرز اللي بيطلعوا ستريم دايما الزرار ده بالنسبه لهم مهم جدا. كمان هتلاقي فيه زرار للجين بحيث ان انت تعلي المايك تعلي الفوليوم. يعني انا كده ببدا اعلي الجيم براحتي 1 2 3 1 2 3، انا مش سامع دلوقتي اذا كان المايك صوته باظ او حاجه، وكده ارجعه للطبيعي تاني. وكمان في مدخل السماعات هيدفون شاك، يعني لو انت عايز تحط سماعه وانت بتتكلم وسامع انت بتقول ايه. الناس اللي بيشتغلوا في الحاجات بتاعت البودكاست بيعملوا كده على طول، ان هم بيبداوا يتكلموا وحاطين سماعات سامعين صوتهم وهم بيتكلموا. صوت المايك زي ما انتم سامعين من اول حلقه انا شايفه ان هو كويس جدا ومحترم ومسموع بشكل حلو. لو انت بتعمل ستريم او بتعمل بودكاست فالمايك ده مش هتحتاج تعدل على صوته او تدخله على اوديشن او الكلام ده كله. ولكن لو حبينا نلعب شويه وندخل الصوت ده على اوديشن علشان نعمل عليه تعديل، فالصوت اللي انت هتسمعه هو الصوت ده بعد التعديل. اعتقد فرق كتير مع شويه تريكات كده بسيطه في تعديل على اوديشن، الصوت هيبقى احسن واوضح بكتير. لو عايز تعرف اكتر عن برنامج اوديشن او ازاي تعدل الصوت هسيب لك الحلقه اللي انا عاملها في الاي تظهر لك هنا. خلينا برضو عارفين المايك ده بيجي بالكارديو بولار بانل اللي هي بتبدا تاخد كل الصوت من قدام هنا وتحاول تقلل او تعزل الصوت اللي جاي من جناب او من ورا. فبالتالي اكتر صوت هيكون متركز فيه ان المايك ده ياخده هو وش المايك اللي قدام بقك على طول، وده غالبا كل مايكات الكوندنسر بتيجي بنفس النظام ده. سعر المايك على الويب سايت هو $90 وده رقم مش كبير، والشركه بتقدم منتجات تانية كتير زي الميكسرز ومايكات تانية وهيدفونز. على العموم هسيب لك لينك الشركه في الديسكريبشن تقدر تخش وتتفرج على كل المنتجات اللي بيقدموها. بس ده كل الكلام عن المايك اللي معانا النهارده، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك وشير وسبسكرايب، واشوفك في حلقه تانية قريب. سلام.